الناس بتتخن في رمضان عشان بيعملوا كام غلطة قاتلة، والموضوع مش في الصيام نفسه. ده بالعكس، الصيام ممكن يساعدك تخس لو لعبتها صح، بس المشكلة ان اغلب الناس بتتحول في الفطار والسحور لكائنات اكل لا تشبع، لكائنات بتاكل وما بتشبعش. واحد، الفطار حفلة مش وجبة. اغلب الناس بتقعد طول اليوم جعانة، فتيجي على الفطار تعوض بكمية اكل خرافية، وده بيخلي الجسم يخزن الدهون بدل ما يحرقها. المقليات والكنافه والسمبوسه والسكر اللي في العصاير، كل ده بيخلي السعرات اللي داخله جسمك في وجبه واحده اكتر من احتياجك اليومي كله. اتنين، قلة الحركة بعد الفطار. الناس بتاكل وبعدها تروح تصلي التراويح، بالكاد تتحرك وبعدها تتفرج على التلفزيون او تنام. فين الحرق بقى؟ لما الجسم مش بيتحرك بيخزن السعرات الزايدة دي على هيئة دهون، واكتر مكان بتحس بيه هو الكرش. ثلاثة، الشرب الغلط. العصاير الجاهزه زي قمر الدين والخروب والتمر الهندي، كل ده مليان سكر. حتى لو فاكر انك بتروي نفسك، فانت بتملى جسمك سعرات فاضيه بتتخزن لدهون. القهوه والشاي الكتير هيزودوا الجفاف، فالجسم يحتفظ بالميه، وده هيخليك تحس انك منفوخ. أربعة، السحور الغلط. العيش الأبيض بقى والحلويات والأكل الدسم قبل النوم بيخلي الحرق يقف ويخلي الجسم يخزن دهون أكتر. ناس كتير هتلاقيها بتاكل محشي ومكرونه بالبشاميل وبطاطس محمره في السحور. تمام، جسمك مش بس مش هيحرق، لا ده هيخزن على الفاضي. خمسة، قلة النوم وتلخبطة الساعة البيولوجية. النوم المتلخبط والسهر بيخلي هرمونات الجوع تزيد، فتصحى جعان وتاكل اكتر. كمان قلة النوم بتبطل عملية الحرق وتخلي الجسم يميل لتخزين الدهون اكتر من حرقها. الخلاصة، الناس بتتخن في رمضان مش عشان الصيام، بس عشان عادات الأكل الغلط والأكل بدون حساب وقلة الحركة والسهر والشرب الغلط. لو عكست الحاجات دي ممكن تخس بدل ما تتخن. لو عجبك المحتوى اعمل لي لايك وشير، واشترك على قناتي في اليوتيوب، واعمل لي فولو على التيك توك عشان يوصلك كل جديد. ويومكم جميل.